السلام عليكم، معاكم طارق بدري. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن عوامة البنزين. تابعوني بعد الفاصل. عوامة البنزين ده جزء بيبقى راكب جوه مجموعة المجموعة اللي بتبقى داخل التانك. دلوقتي العربيات بتبقى العوامة وترمبة البنزين، حتى البلف بتاع الراجع بتاع اللي كان بيبقى زمان على مسطرة الرشاشات بقى دلوقتي موجود على المجموعة نفسها. كل ده بيبقى موجود في قلب تانك البنزين. عوامة البنزين دي دورها مبين، بيوريك كمية البنزين اللي موجودة في التانك، اللي هي بتظهر قدام منك في لوحة العدادات الرئيسية. الفكرة كلها في الشريحة اللي بتبقى موجودة جوه دي. الشريحة دي عبارة عن مقاومة متغيرة على حسب حركة الدراع. الفولت بيزيد ويقل لو انت مؤشر البنزين عندك إبرة بتعلى أو بتنزل، أو لو شرط الشرط تزيد أو تقل. دي الفكرة من الشريحة دي. سبب بوظان الشريحة دي أو إن العوامة تقرا غلط بيبقى حاجه من اتنين: يا الشريحه باظت، يا الابره اللي بتعدي على المشرشر ده اتاكلت، او ان هي بعدت عن المشرشر، او ان المشرشر عليه رصاص كتير. الرصاص اللي هو بيبقى البنزين دايما فيه رصاص، ده بيتكون هنا على الجزئيه دي، بيبقى شبه الكربون كده، بيسود على الجزئيه دي، فبيخلي التلامس مش جيد، فدايما بتبقى القرايات بتاعتها بتبقى غلط. فالاعطال اللي بتسببها ان هي تديك قرايات غلط، او ان تديك ان العربيه فيها بنزين والعربيه بتبقى شطها بنزين. في ناس كتير جدا بتقع في الموضوع ده، وعربيه تلاقي فجاه العربيه بطلت منه، مبقاش فاهم هي بطلت منه ليه، لان المؤشر قدام منه فيه بنزين. في عطل خبيث تاني هي بتعمله. العطل ده لو العربيه بتقرا غلط والتانك مليان بنزين. لو بتقرا غلط والتانك مليان بنزين، ده حصلت معايا ان ببقى لسه مفول، ومفيش يوم او يومين الاقي 3 شرط من التانك نزلوا. ده دخلني في حته ان العربيه بتاكل بنزين، وخلاني بقيت الف حوالين نفسي، لاني شايف الموتور طبيعي، صوته طبيعي، مفيش دخانه سوداء، البوجيهات جديده، الفلتر الهواء جديد. فانا كنت متابع الصيانات بتاعت عربيتي، ان اغلبها انا اللي بعملها. فحسيت ان المشكله مش مشكله موتور بس، برضو ما كنتش شاكك في عوامه البنزين. لحد بالصدفه انا كل مره بحط 20 لتر وبحط بنزين، اول ما اوصل ل4 شرط او 5 شرط بحط بنزين على طول، عشان احافظ على ترمبه البنزين. لان البنزين كل ما يقل ده بيبوظ، يخلي ترمبه البنزين تسخن، بعد كده تبتدي تضعف، وبعد كده تقطع منك مره واحده. فانا عشان ما اخشش في الموضوع ده، الحمد لله العربيه دي بقى لها معايا 6 سنين. الموضوع ده انا عامله من ايام العربيه القديمه، يعني بقى لي 9 سنين ماشي بالوضع ده، ان ما اخليش العربيه تقل عن يعني ربع التانك. يعني ما تجيش عند ربع التانك، لان انا عارف ان المبرد الاساسي لترمبه البنزين هو البنزين نفسه. لو الترمبه دايره من غير بنزين حواليها بتسخن، تبتدي تضعف، تقطع مره واحده. فانا كنت كل لما اوصل ل4 شرط او 5 شرط اروح احط صفيحه بنزين. فبرضه كانت العربيه كانت بتيجي على اخر شرط او شرطتين بتبقى مطفيين، والعربيه ما بتفولش معايا، فده عادي جدا، انا حاطط صفيحه وتانك العربيه كبير. لحد ما مره بالصدفه بحط 20 لتر، راحت العربيه ما كملتش 10 لتر راحت مفوله، وهي كانت نص التانك فاضي، ف10 لتر وتفول، يبقى اكتشفت هنا ان العوامل دي بايظه. صبرت عليها شويه، عملت التجربه تاني، وحصل نفس الموضوع وراحت مفوله. فاشتريت عوامه البنزين. الفتره اللي فاتت كانش عندي الوقت ان اعملها. بالصدفه امبارح كان معايا واحد صاحبي وهو ميكانيكي، قلت له انا عايز اغير العوامه، واحنا ماشيين مع بعض، فجه قال لي معيش العده. قلت له انا معايا العده في العربيه، ودي حاجه اساسيه، لازم يبقى معاك العده. الزرجينه اللي بتفتح ترمبه البنزين انا اللي عاملها، بس الفكره مش بتاعتي، الفكره كنت واخدها من احد الاعضاء على جروب من جروبات الرينو، كان عاملها عن طريق الكانات اللي بتشيل الستائر الكبيره، الكانه الكبيره دي. فجبت 2، هو كان شرحها بالتفصيل، جبت 2 عملتهم بنفس الشرح بتاعه، بس انا عدلت حاجات بسيطه، زودت مسامير وخليتها بتفتح وبتقفل، وخليت السنين اللي هم اللي بينزلوا على الصاموله قد بعض. صاموله مسمار عجل 17 عشان تشتغل على نفس المفتاح بتاع العجل بتاع العربيه. هي موضوع بسيط جدا، الفكره دي انا لقيتها على الجروب فانا نفذتها بالظبط. وفي برضو مفتاح ليها بيتباع في التوفيقيه عن الناس اللي بتبيع عده في اول شارع زكي، اللي هو المدور ده، بيركب بيضيق ويزيد، كان ب 250 جنيه. فلو انت عايز تجيب مفتاحات، عايز تعملها انت بالطريقه دي، لو عندك الامكانيه تعملها،
اعملها، روح لحداد بس عرف انت عاوز ايه. لما فكينا المجموعه طلع التانك مليان، يعني هو التانك كان معلم معايا النص، وانا كنت مستني لحد لما التانك يفضل، فانا عشان ما بتحركش بالعربيه كتير فخدت معايا وقت عشان خاطر التانك يقل. لما فكينا لقيت فعلا التانك كان لسه مفول. ركبنا العوامه دي انا جبتها ب 320 جنيه تقريبا او 350، وفي منها نوع تاني كان ب 250، وعلى فكره هم الاثنين واحد، الاختلافات في الكرتونه. وركبتها والحمد لله العداد ظبط معايا، رفع معايا شرطتين، فده اللي انا شفته في التانك على اللي قدامي في العداد كده البنزين مظبوط. فعوامه البنزين ممكن تدخلك في متاهات، يعني انت لو ما عندكش خلفيه بالميكانيكا ولقيت البنزين بينزل منك بسرعه، اوتوماتيك هتروح ان الموتور بياكل منك بنزين، وهتلف في دوامه انت في غنى عنها، وهتبقى تكلفه عاليه قوي. الحاجات دي دايما خليها في حساباتك، ودايما تبقى كل فتره تفك المجموعه وتغير لها فلتر البنزين. ده اللي انا حبيت اوضحه للملاك كلهم، خصوصا الرينو. العربيات اللي الامبير بتاعها ديجيتال هم اكتر عربيات بيبان فيهم التخريف بتاع العوامه. المهم، فدي الفكره من العوامه وطريقه شغلها والاعطال اللي ممكن تعملها العوامه. لو انت حسيت العربيه بتاعتك بتاكل منك بنزين والتانك بيخلص منك بسرعه وشايف العربيه طبيعيه، ارجع للعوامه بتاعتك. ممكن تكون القرايات بتاعتها في النص من نص التانك للتفويل بتقرا غلط وانت مش هتاخد بالك منها، لان انك انت بعد نص التانك تلاقي بتقرا صح. فالعربيه احنا مشكلتنا مع العوامه ان هي العربيه تشطب بنزين والعوامه قاريه ان العربيه فيها بنزين، انما فكره ان العربيه فاضيه بنزين في النص العلوي والعوامه قاريه ان فيها بنزين، دي بتبقى قليله مع الناس، وممكن تدخلك في مشاكل في الموتور، انك انت تدور تجري تنظف رشاشات، تغير بوجيهات، تروح تجيب فلاتر وتقعد تلف حوالين نفسك، يا عربيه تاكل بنزين ليه؟ فده كان كل حاجه عن عوامه البنزين. ليك استفسار سيبولي في التعليق وان شاء الله ارد عليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.